ولسه مكملين معاكم بقول لك ايه مع دكتور محمود الشامي. وكان قبل الفاصل معانا هدى، وكانت يا دكتور بتسأل على ابنها اسلام 24/2/97 تمام، وهشام 1/9/99. تمام. هو 24/2 كده برج الحوت. اسلام برجه 1/6/3/1/4 يعني 5/8/9/15 برجه الميزان، يبقى هو حوت مع ميزان. هشام 1/9 عذراء. الميزان زي ما قلنا عنده عقود بالجمله، عنده ارتباطات بالجمله. العذراء عنده فلوس جاياله من ورث او هبه او مال جاي مش متعوب فيه. 16 كانت بتستفسر عن الدراسه كمان. الدراسه بالنسبه لهشام اللي هو الدراسه عنده فيها بعض القلق، لكن لو اشتغل على نفسه كويس هيعدي المرحله دي. طيب وهي 16/10/71 عندها عقود بالجمله وارتباطات. وجوزها احمد 17/4/66. قمه التوافق ما بين الحمل والميزان. الحمد لله. طيب كويس جدا. ناخد شويه رسائل. كنت عايز اكلمك على ازاي اسماء الله الحسنى ممكن تشفي كمان من الامراض، غير ان دعائك ممكن يستجاب لو ليك طلب معين. كمان اسماء الله الحسنى بتشفي من الامراض. عندنا ايه في القران الكريم: ويشفي صدور قوم مؤمنين، سوره التوبه 14، وشفاء لما في الصدور، سوره يونس الايه 57، فيه شفاء للناس، سورة النحل الآية 69، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82، وإذا مرضت فهو يشفين، الشعراء الآية 80، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت الآية 44. التسبيح بأسماء الله الحسنى ممكن أنه يشفينا من بعض الأمراض. فبالأبحاث عرفنا أن الأذن لو فيها شوية تعب أو شوية مرض ممكن تعالج بذكر اسم الله السميع عدد 211 مرة. والأعداد مهمة جدا يا جماعة. بتفرق فيها يا دكتور؟ بتفرق إن ترددات وذبذبات الاسم بالعدد المعين ليه طاقة معينة، فما ينفعش أزود رقم أو أقلل رقم ولا نقص. وإلا كنت اما أجي أختم الصلاة مش لازم 33 سبحان الله والحمد لله 33. تمام. السميع كم مرة؟ السميع 211 اللي عنده مشاكل في السمع. العمود الفقري علاجه باسم الجبار عدد 237 مرة. الشعر وعلاجه بذكر اسم الله البديع عدد 117 مرة. العضلات اسم الله القوي 147 مرة. عضلة القلب باسم الرزاق 339 مرة. الشريان باسم الجبار 237 مرة. السرطان الله جل جلاله عدد 102 مرة. الجيوب السرطان ايه؟ السرطان علاجه بذكر اسم الله جل جلاله. ايوه لا ما انا عايز اوضح تاني. عدد 102 مرة. عدد 102 مرة. ايوه. الجيوب الأنفية وعلاجها بذكر اسم الله الحسنى اللطيف 16 والغني 1091 والرحيم 289. خد بالك عملوا أبحاث الذبيحة اللي ما بيتذكرش عليها اسم الله بيكون فيها كم كبير جدا من الجراثيم. فأرجو ان الكلام بتاعنا يتاخد بجدية وبإيمان بأن هذه الحروف بأرقامها بأعدادها لها طاقة فعالة جدا يا مسهل الحال بحسب الأبحاث العلمية اللي اتعملت في الكلام ده. العظام علاجها تذكر باسم الله النافع 232 مرة. الركبة خشونة الركبة أو أمراض الركبة علاجها تذكر اسم الله الرؤوف 318 مرة. قشر الشعر وعلاجه اسم الله جل جلاله عدد 102 مرة. والناس اللي أنا مش عايز الناس اللي بتعالج بتوع الأدوية والحاجات دي، احنا ده حاجات روحانية ربانية. تمام. طاقة بنفعلها لإحداث شيء كويس بالظبط. مش بديل عن الطب. هو مش بديل عن الطب. لكن دي حاجة بنزود بيها روحانياتنا أكتر مع ربنا، وفي نفس الوقت بتساعدنا من الشفاء في حاجات معينة. بس هو ممكن يبقى بديل عن الأعشاب والناس اللي تمام. أوردة القلب. القلب الأول اسم الله النور 287 مرة. أوردة القلب اسم الله الوهاب 45 مرة. الأعصاب اسم الله المغني 1131 مرة. الصداع النصفي علاجه تذكر باسم الله الغني 1091.
العين وعلاجها نذكر اسم الله النور 287 والبصير 333 والوهاب 45. الغده الدرقيه وعلاجها اسم الله الجبار 237. المعده وعلاجها ان تذكر اسم الله الرزاق بعدد 379. الكلى وعلاجها نذكر اسم الله الحي عدد 49. الامعاء وعلاجها تذكر اسم الله الصبور 329 مره. الاسماء يا جماعه والحروف دي والاعداد والارقام، ربنا سبحانه وتعالى فضل ابن ادم على الملائكه في تعلم الاسماء. الحروف دي ما جاتش كده، طاقتها ما جاتش كده. سبحان الخالق وسبحان مدبر الامور، حروف مع ارقام مع طاقه تحدث، يعني سبحان الله. يعني علم. طبعا البنكرياس وعلاجه مرض السكر تذكر اسم الله البارئ عدد 245 مره. الرحم او عقم النساء اسم الله الخالق 762 مره. الروماتيزم وعلاجه اسم الله المهيمن 176 مره. وهكذا بقى الى اخره. اللي عايز، اللي عنده حاجه معينه يتصل بقى بينا. ممكن نصور الجدول ده يا دكتور ونحطه عندنا على الصفحه الرسميه بتاعتنا على انبوكس، وانا اروح بقى يعني اخد ليه يا دكتور؟ لا يا حبيبي، لا ده بتكلم ان احنا يعني برضو مساعده للناس طبعا، يعني عشان برضو الناس تبقى طبعا بهرج. الارقام ممكن كتير شويه فتبقى يا باشا ربنا سبحانه وتعالى زكاه العلم دي مفروضه، ما فيهاش فيها كلام. ربنا يكرمك يا دكتور يا رب. الله يخليك. طيب معانا رجب. يا استاذ رجب. احمد. يا استاذ رجب اخبارك ايه؟ تحياتي ليكم من صعيد مصر. يا حبيبي يا استاذ رجب منورنا والله. تحياتي للدكتور وتحياتي للبرنامج رقم 1 وتحياتي للمخرج البيوري وفريق الاعداد المحترم يا فندم اللي معك. منورنا يا عم رجب، اتفضل. ربنا يبارك فيك يا فندم يا استاذ احمد. انا مواليد 12/7/63 وابني محمود مواليد 1/11/93. انا المعيشه معاي بصراحه تعبانه خالص، والجسم الحاله الصحيه تعبانه خالص يا دكتور محمود. عندك ايه؟ عندي العمود الفقري ونايم في البيت والله. العمود الفقري؟ والله عملت عمليه والله. عندي اسمه ده غضاريف في العنقيه. حاضر. العمود الفقري هتذكر اسم الله الجبار 237 مره. 237 مره بالعدد، ما تغلطش فيهم. 237 مره، وربنا ياخد بيدك وتدعيه باسماء الله الحسنى. انت اتصلت قبل كده انا فاكرك وقلت لك اسم الله الاعظم او اسم من اسماء الله الحسنى اللي تدعو به وتستجاب. الف سلامه يا استاذ رجب، الف سلامه. وخد بالك من مهنتك يا عم رجب، ما دام انت برج السرطان 12/7. اما ابنك اذا كان 1/11 في برج العقرب فهنياله سنه ماليه بامتياز، وربنا يكرمكم انتوا الاثنين ان شاء الله. احنا معانا على التليفون استاذه شيرين. الو. طيب معانا استاذه فوزيه. اهلا بيكي. الو. طيب واضح ان الخطوط قطعت. طيب حاولوا ترجعوا تتصلوا بينا تاني. ناخد بقى شويه رسائل. طيب معانا ياسمين رقمها اخره 57 بتقول 22/8/89. الام اسمها منصوره، عاوزه تعرف كل حاجه. 1/6/4/1/5 يعني 10 16 و2 18 يعني 9. ياسمين برجك الحمل يا ياسمين، و22/8 اخر مواليد برج الاسد، فهي ناريه بامتياز. عندك شهر زي الفل. لو عندك دراسات عليا هتخلصيها، لو عندك ثقافه معينه هتنشط العمليه، هتلاقي نفسك حابه انك انت تتعلمي، حابه انك انت تفهمي، حابه انك انت تخوضي في تجارب جديده من نوعها. كمان الاتصالات من بعيد هتنشط، اذا كان ليك حد في الخارج ولا حاجه، سواء يتم الاتصال عليكي او انت اللي تعملي الاتصال. العواطف ايضا بتنشط في شهر ابريل بالنسبه لبرج الاسد. طيب معانا فاتن بنت فاطمه 28/3/78، وهي عايزه تعرف الحياه يعني سنه 2019 بالنسبه لها ايه؟ يا مواليد كام؟ 28/3/78. 28/3 برج الحمل. فاتن ادي 8/1/4/5 9 10 18 يعني 9. بسم الله ما شاء الله. حمل مرتين 28/3، فهي برج الحمل، وبرج الحمل يا ارض تهدي ما عليك ادي. تعتبر
بدايه وانطلاقه وقفزه هيقفزها بعد تعب شهر مارس. كان بالنسبه للحمل تعرض لمؤامرات، ومنهم اللي اتسرق ومنهم اللي اتنصب عليه، لكن بيبدا سنه جديده تعتبر بدايه 2019 بالنسبه لمواليد برج الحمل. طيب احنا رجعت لنا استاذه فوزيه على التليفون مره ثانيه. اهلا بيكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اسال على برجي وبرج جوزي. اتفضلي قولي. 15/3 15/3 جوزي هاني. اسمه ايه؟ هاني. هاني، تمام. وحضرتك؟ وانا 6/2/88. ماشي يا استاذه تمام. فوزيه. 6/2 كام؟ 88. 88. وهاني 15/3. عايز تعرفي ايه تحديدا؟ الامور العاطفيه بيني وبينه ايه؟ ماشي. تمام. معانا كمان مين؟ امال. معانا امال. يا استاذه امال. الو. الو. طب كله قطع؟ طيب ناخد استاذه فوزيه لحد ما. فوزيه، اسم فوزيه زي اسم فاطمه، اسم قوي، حرف الف اللي في اوله في منتهى القوه. كمان برجها الدلو، فهي حمل عشان اسمها عامل 9، فبرجك الحمل يا ستي فوزيه، وده من اسمك. اما برجك من تاريخ ميلادك فهو الدلو. جوزك هاني برج القوس من اسمه، لان هاني بيعمل ب3، و15/3 يعني الحوت. فهاني حوت على قوس، وده كويس مش وحش، يخليه يعرف يتفاعل ويتعامل معاكي. الحوت طبعا عنده خيال واسع، عنده رؤية كده، مش عايش معانا على الأرض، عنده أحلام دايما، لكن يعني قلما بتنقلب الأحلام إلى أوهام، وطبعا مش على طول، بتبقى في أوقات، لكن هو عنده قوة حدس، حساس قوي 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 قوي. بيعيبه يعني بعض الشك، يعني دايما برج الحوت بيشك يعني، والشك مش وحش يعني، سوء الظن من حسن الفطره. طيب كمان في رساله اخرها 216. انا اسمي ياسمين 20/7، وكمان في ابراهيم 25/7/47. عايز تعرف كل حاجه. ابراهيم كام؟ 25/7/47. 25/7. طيب ابراهيم اسمه عامل 7، فبرجك من اسمك يا ابراهيم الحوت. اما برجك من تاريخ ميلادك الاسد، فمائي على ناري. اما ياسمين فبرجها السرطان، فهتتفق معاه من برجها اللي من تاريخ ميلادها مع برج اللي من اسمه، يبقى ابراهيم يتفق معاها عشان خاطر اسمه حوت وهي سرطان. نيجي نشوف ياسمين 1/1/6/4/1/5، فقلنا 10 16 18. يا سلام، اسد. شايف التركيبه؟ ايه بقى؟ يعني هو حوت برجه من اسمه، تمام، هي سرطان من تاريخ ميلادها. يعني البرج الناري مع مش متفقين كبرج، تمام، وده اللغط اللي بيقع فيه كتير من الناس المتخصصه. لكن هنا في توافق ما بين ابراهيم وما بين 20/7، وفي توافق ما بين ياسمين لانه عامل اسد عامل 1، وما بين الاسد اللي هو تاريخ ميلاده اللي هو 25/7. ماشي، شايف الميكس جاي ازاي؟ فاهم. طبعا. فالتوافق هنا بقى في البرج من الاسم والبرج من تاريخ الميلاد. ماشي، تمام. ده اللي احنا وضحناه قبل كده، ما حدش ياخد يا جماعه بتاريخ الميلاد على طول. ايوه، تمام. اللي هو البرج العادي اللي الناس عارفاه، مش هو ده كل حاجه. تمام. ده نسبه صغيره 20%. تمام. لازم نراعي بقيه النسب. معانا على التليفون استاذه هند. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيكي. انا هند، مواليد 3/3/84. 3/3/84 19. ايوه. عايزه اعرف بقى الحب والجواز والشغل، وهل بقى مناسبه لحد 17/4/73؟ 17/4 كام؟ 73. 17/4/73. اسمه ايه؟ تقدري تقولي الاسم؟ اسمه محمد، مامته اسمها زينب. ماشي، شكرا يا استاذه هند. معانا كمان صباح. يا صباح،
طيب خلاص ناخد معانا فوزيه وناخد هند. احنا فوزيه قلنا ان في توافق مع، ونفس القصه عند هند. هند عامله 5 و5 ده يتبع لبرج الجوزاء. واخد بال حضرتك؟ هي 3 برج الحوت. تمام. هو محمد عامل سرطان، ففي توافق ما بين محمد و3 وفي توافق ما بين هند و17/4. يعني النتيجه تكسب كتوافق زي العسل. الحمد لله. طب والغالب والمغلوب بقى يا دكتور؟ نشوف هند ومحمد. لا هو لسه بيبداوا حياتهم. لا حلو كده قوي. حلو كده قوي. يا دكتور دايما بتنورنا وبنستمتع. اوعى طول الوقت خلص. والله ساعتين. طب ممكن سريعا لو هنلحق ولا نقولها المره اللي جايه باستفاضه؟ بقى يعني انا بس بعرفك يعني ان الداتا دسمه. المره اللي جايه دايما بنجيب العلم يا دكتور. والمره الجايه كمان هنحاول ان احنا نركز اكتر على شفاء الامراض باسماء الله الحسنى. نوعد الساده المشاهدين، ايوه مشاهدين برنامج انبوكس، ان احنا كل حلقه يبقى عندنا معلومه علميه ظريفه جميله تنفع الناس بيها، زي الدعاء باسماء الله الحسنى او الغالب والمغلوب او اي حاجه تنور الناس وتنور حياتها. نورتنا يا دكتور، دايما بنستمتع معاك. بشكرك يا فاروق. شكرا نوران. كده خلصت حلقتنا من انبوكس. بنشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا علينا. يا رب نكون خفاف على قلبكم ونشوفكم باذن الله يوم الجمعه. باي باي.